بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صفحتنا اسمها سيروا في النور. ليه اخترنا الاسم ده؟ حضرت عايزة زمان للبابا شنودة وحكى قصة عن حياته في شبابه قبل رهبنته. كان معدي قدام المكتبة وكان كتاب مقدس مفتوح على إنجيل يوحنا الإصحاح 12، ولقى الآية قدام بتقول: قال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. وقد شعرت في لحظتها ان العمر كله قصير، انه يكفي ان امشي في النور وامشي في علاقه مع الله وعلاقه مع الكتاب المقدس. هدفنا من الصفحه دي ان نتعلم مع بعض، وانا اولكم اتعلم معاكم استناره ذهنيه، افهم ربنا زي ما هو مش زي ما انا تخيلته، لانه احيانا عندنا احتياجات نفسيه شويه، فنفس الانسان بتصنع اله حسب احتياجاتها. يعني الله زي ما انا فهمه مش زي حقيقته. عشان كده المسيح في صلاته في الهيكل قال له: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح ابنك. لأنه كل واحد بيفصل الإله بتفصيل حسب احتياجه وحسب هواه، مش شرط الإله الحقيقي. صورتنا الذهنية عن الله شيء وحقيقة الله شيء آخر. صورتنا الذهنية عن الله بتحكم فينا ازاي نتعامل مع الله. لو رسمت له صورة غلط هتعامل معاه بأسلوب غلط حسب الصورة اللي في ذهني، مش حسب حقيقة الله. فهنصطدم بمشكلة أبقى متدين ولكن مش روحاني ومش حسب قلب الله. هأدي شعائر، همارس طقوس وفروض، همارس أشكال دينية، لكن ممكن ما أدخلش في علاقة حقيقية شخصية مع الله الحقيقي زي الصورة اللي ربنا يسوع المسيح أعلنها لنا في كراسته، خدمته وتعاملاته، كلامه عن نفسه وشرحه في الإنجيل. هو مين وجاي إزاي من عند الآب وإيه رسالته في الحياة وإيه اللي عايز يعلمه لنا. فهنلاقي شخص بيتدين ولكن عنده مشكلة مع رموز السلطة. رموز السلطة كانت شوية فيها قهرية، سحق، تسلط، فهو تعلم في علاقته مع الناس إن هو يخضع للسلطة اتقاء لشر السلطة، فابتدي تدينه يتحول إلى مهادنة للسلطة وتوحد بيها عشان يتقي شر ربنا، يتقي غضبه، فيحاول يرضي الإله الغاضب اللي ممكن يبقى زعلان، لأن دي الصورة اللي رسمها في ذهنه. ما بيعرفش يتمتع بعلاقته مع الله وينمو ويشبع بربنا الحقيقي الحنون اللطيف الطيب المحب الراعي، لأن هو بيتعامل بس مجرد إن هو يؤدي أشكال دينية ويعيش في جو ديني دون روحانية والتقاء شخصي مع الله. فإحنا نفسنا من البرنامج ده إن علاقتنا بالله تبقى فيها نور وفيها استضاءة ويبقى فيها خضوع وبنوة وتلمذة، ونفهم الآيات بتاعت الكتاب المقدس والآيات اللي تخص علاقتنا بالله فهم صحيح، وتبقى العلاقة مشبعة وممتعة وتنمو من مستوى إلى مستوى. ربنا يكون معاكم ويديني أنا أولا نكون في علاقة صحية وسوية وسليمة وروحية مع الله.